وصفتنا لليوم تجيكم معمرة بالبنة ومعسلة، واش نحكي لكم. دونك الدجاج ديروه بالبطاطا في الفرن بذوق السماق. صدقوني هذه الوصفة راح تستبنوها ومش راح تشبعوا منها. لهذا ننصحكم باش يعني تضاعفوا الكمية. صدقوني عن تجربة، ضاعفوا الكمية وما تخافوش. نقول لكم مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحة جيدة. على بالي تقولوا لي هذه غيبة عندك بزاف ما بنتيش. نقول لكم لا يغيبكم الله، لا يغيبكم ربي يحفظكم ليا واللي عزيز عليكم لظروف ما. وثاني شويه يعني التشجيعات ولا المشاهدات ما كما نقولوا ما يشجعوش اسي الواحد باش يكمل. ولكن انا نقعد دائما في تواصل معكم وما نفشلش. دونك ان شاء الله استناو مني وصفات مميزه وشهيه، يعني كيما يحب الخاطر. كيما كنتوا تشوفوا افخاذ الدجاج تاعي ما كنتش مقيدين ديروا افخاذ الدجاج، تقدروا ديروا الجناحات، تقدروا ديروا الصدر تاع الدجاج. المهم هاد الوصفه اكيد افخاذ تاع الدجاج يجو خير فيها، بصح تقدروا تستعملوا اي طرف من الدجاج. تشلحوهم بالموز باش هكا يشربوا مليح التتبيله. ونبداو بالتتبيله ان شاء الله. دونك نديرو ما بين زيت نباتي وزيت زيتون حوالي نص كاس. نص كاس ما تقيدوش بحساب شحال عندكم الدجاج نتوما. شوفوا الكميه، انا درت 4 ليكويس وراح ندير كميه مليحه تاع البطاطا، وانا زدت عليها اضافات واحده اخرى من بعد تشوفوها معايا. المهم قلت لكم ما بين زيت نباتي وزيت زيتون. اذا ما عندكمش زيت زيتون معليش استعملوا غير زيت نباتي، لكن زيت زيتون حطيتكم البنه وتكون القرمشه ولا كولور تاع نيت. دونك ديروا ملح، اكيد الدجاج يحب الملح. ديروا فلفل اسود، كركمه ولا الكركم، والكوري ولا الكاري. هذوما بكميات قليله ماشي هما العنصر الاساسي. دونك ديروا نص مغرفه صغيره من كل تابل. والعنصر الاساسي في هذه الوصفه هو السماق. السماق هذا راه معروف عند اللي يبيع لي زيبيس، تقول له السماق يعطيكم عادي، يكون اللون تاعو احمر يعني احمر الشباب، رايح للكغونه. دونك اللي ما يعرفوش السماق ديروا بكميه زياده. انا شفتو درت حوالي 3 مغارف صغار معمرين ونص، حتى 4 مغارف، حتى سا ديبون نتوما شحال عندكم الدجاج كما قلت لكم. لكن ديروا بضعف، يعني ضعفوا منه زوج دو فوا الاعتيادي ولا 3 فوا. راح يعطيكم بنه، قرمشه، حموضه شابه، ماشي هذيك الحموضه اللي ما تحملوهاش. وثاني تعطيكم اون بيل كولور بزاف، لون خرافي. فوالا ما تنساوليش شويه تاع الهريسه، وما تنساوليش عصير تاع القرص، وما تنساوليش ثاني عنصر مهم في هذه الوصفه اللي هو مغرفه كبيره. ما تكتروش، مغرفه كبيره ماشي معمره تاع دبس الرمان باش ما يعطيكمش ديك الحلاوه اللي تكرهوا منها. دونك فوالا هذه هي التتبيله تاعنا. خديت انا حوالي 3/4 حوله فوق النص شويه، تبلت فيها الدجاج كما شفتوا، مسحته مليح، دخلوا كامل في هذوك الفتحات اللي كنا درناهم بالموس باش يشرب مليح التتبيله. وجبنا يعني امول اللي يروح للفوق. درت فيه البطاطا مكعبات حسب افراد العائله اكيد. تقدروا هنا في الوصفه هذه ديروا غير البطاطا والبصل. اذا درتوا غير البطاطا والبصل ديروا غير ابري 2 حبات بصل متوسطين. دونك البصل يكون شويه زياده. سينو انا اكتفيت بلوتو بحبه بصل متوسطه، لخاطرش زدت عليها خضر واحد اخرين كيما شفتوا. درت حوالي 2 حبات كبار تاع البواغو ولا الكرات، ودرت يعني حفنه مليحه تاع الجبنه كيما كتشوفوا. ناخذ من هذيك التتبيله ونخلي منها حوالي مغرفه كبيره، يعني راح نسحقها من بعد. فوالا انا الدجاج تاعي هنا كان تشرب التتبيله حوالي نص ساعه. نتوما تقدروا تبيتوه حيعطيكم نتيجه اروع واروع واروع. ولا ديروه 2 سوايع 3 سوايع على حسب الوقت اللي متوفر عندكم. تطفوه بيان كوم يلفو في المول. بيان سور العين تاكل قبل الفم. لا بريزونطاسيون تري امبورطونت، هذيك الحاجه يعني تشرح الخاطر وسا فو دون انفي دو مونجي. وتسناو هاد لو بلا بشغف كيما يقولوا باش تبداو تستبنوا فيه. بيان سور اللي قاعد في البول كامل تمسحوا مليح هذوك الكويس من الفوق. فوالا دخلوا مليح الفتحات هذوك، ما تخلوا حتى فتيته من التتبيله. فوالا وتغطوه بابي كويسون. بابي كويسون واش درت حكمتو يعني كمشتو ما بين يديا ودرتو تحت العين، شمختو وعصرتو. فوالا وتجيبوه تغموا على هذاك الدجاج، راح يطيب لكم طري زبده. وهاد التقنيه تقدروا تستعملوها في وصفات بزاف ماشي غير هاد الوصفه. فوالا وتجيبوا بابي الومنيوم. اذا قدرتوا هاد المول كامل كيما راهو تحطوه في الثلاجه يزيد يريح ويزيد يشرب التتبيله تاعو مليح، حطوه. انا ما كاش عندي الوقت درتو يطيب كاريمون. طيبوه على سخنوا مليح الفرن تاعكم وحطوه يطيب على 180 190 درجه بعقلوا حتى تشوفوا يعني تفقدوه. بيان سور اشاك فوا حلولو شوفوا حتى تتعسل معكم هذيك المريقه، ما تقعدش مايها. مع الاول تعطيكم سوائل هكا مايهين تصيبوها شغل الماء، ومن بعد تبدا تتعسل. كي تتعسل معكم هكا وتشوفوها اختارت ايتو، نجيبوا هذيك الملعقه دوك تشوفوا معايا. هذيك الملعقه اللي خليناها تاع التتبيله انا كنت زدت عليها شويه زيت.
نباتي، شويه سماق وشويه تاع الهريسه باش تعطيني اون بيل كولور. وقرمشه، واش نحكي لكم على القرمشه، لازم فريمون تجربوا هاد الوصفه. فوالا تمسحوا هاد كامل لو بلا، كامل البطاطا اللي راهي تبان اي تو. سمحوا لي لا نهضر بزاف باسكو عباكم الوقت تاع الفيديو ما نحبش نطوله لكم انايا، تقعدوا 11 دقيقه ولا 12 دقيقه باش تديروا الوصفه. دونك في 6 دقائق 7 دقائق نعطيكم الوصفه، على بها لازم نزرب ونعطيكم كامل ونهضر لكم كامل التفاصيل. شوفوا لي هذاك التعسال وشوفوا لي هذاك التجمار، واش نحكي لكم. هاد الوصفه صدقوني نقعد ندير فيها ونعاود مش راح نشبع منها. ديروا ان غران بلا وتحسوا روحكم ما شبعتوش منها. تري 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 بون، تري كروستيونط. هذاك الدجاج تالمون غميتو عليه راح يسديكول وحده، هذيك العظمه تاعو تنحى وحدها. دوك تشوفوا معايا. فوالا. هذه هي الوصفة تاع اليوم. نتمنى تشجعوني باللي جام ولي بارطاج تاعكم ولا بالتعليقات تاعكم، سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه. نقول لكم بون ابيتي، بقاو على خير، تهلاو في روحتكم، استنوني في وصفات اخرى ان شاء الله.